ملخص اللي بيحصل في امتحانات نص السنة او اخر السنة وانت في اللجنة. بس لو عمرو دياب وتامر حسني هما اللي بيراقبوا عليك في اللجنة، وتامر حسني مثلا هيبقى مراقب قافش شوية ومش عايز حد يغش، وعمرو دياب هيبقى مسالم والدنيا حلوة تمام. فتامر اول ما الورق يتوزع يبتدي مثلا يبقى قاعد كده، حبيبي اللي هناك انت، ايوه اتعدل لي بقى كده بابا، ايوه اتعدل لي كده بالظبط، وانت اطلع لي قدام كده حبيبي، اطلع لي قدام كده قدام شمس. انت عندك كساح يا ابني ولا ايه؟ خلاص تعالى اقعد هنا لو مشكلتك الشمس هديس كده. شفت بقى انك بتحور، حياة امي ماشي ماشي. مبدئيا كده اللي هيفكر يبص في ورقة اللي جنبه هرجلشه، تمام؟ واللي هيفكر يبقى معاه برشام ويطلعه وحياة امي لا ترده بره المدرسة. استنوا بس، انتوا جايين دلوقتي تفتكروا تذاكروا؟ اللي ذاكر ذاكر. دينا قاعد اهو. عمرو دياب بقى هيبقى مسالم جدا، قاعد كده يجي يميل على واحد مثلا اللي ما بيكتبش حاجة خالص، يقول له انت مش عارف حاجة خالص، يخرب بيتك ايه ده؟ طب انقل حاجة من اللي جنبك ده، اللي جنبك برضه مش عارف. انتوا ده طب يعني هتغشوا من مين دلوقتي؟ طب انت ايه اللي جابك بقى؟ ما كنت فضلت في البيت قاعد تحت البطاطين متدفي بدل الدفا اللي هنا ده، دنيا برد ولسه فاضل ساعتين يخرب بيوتكم. امال جايين ليه؟ تامر حسني يقول في حاجة يا استاذ؟ لا مفيش حاجة. هو ماله في ايه؟ معرفش. يلا مش مشكلة عادي.